اهلا بيكم. في الفيديو ده هنوضح طريقة تغيير اللغة وطريقة ضبط اعدادات المستخدم. حضرتك بعد ما تعمل حساب في المنصة بيظهر ليك واجهة المنصة الرئيسية فيها احصائياتك بالكامل من طلباتك لارباحك لاعلى المنتجات. طيب هتيجي تلاقي فوق ايقونة علم مصر او علم اللغة العربية، تضغط عليه هتلاقي ان في اللغة الانجليزية واللغة العربية. طبعا ممكن تلاقي علم اللغة الانجليزية، تضغط عليه هتلاقي اللغة العربية واللغة الانجليزية. هتختار اللغة المفضلة ليك. بعد كده هتروح على اعدادات حسابك، تضغط على مرحبا اللي جنبيها اسمك وتبدا تشوف الخيارات دي. خيار الملف الشخصي لو انت هتعدل اي معلومات شخصيه. الخيار رقم 2 كتالوج المفضل، لو انت ضفت مجموعه من المنتجات المفضله بحيث انك تقدر توصل لها بشكل اسرع وتسوق ليها. حسابات البنك، لو انت حابب تضيف حساب بنكي تسحب عليه ارباحك، هتقول له اضافه حساب بنكي وهتبدا تدخل معلومات الحساب الخاصه بيه. ده بالنسبة لحسابات البنكية. حسابات المحافظ الإلكترونية أو حسابات المحفظة الإلكترونية، لو أنت حابب تسحب رصيدك إن شاء الله على فودافون كاش، أورنج كاش، واتصالات، هتضغط على إضافة حساب وهتكتب اسم المحفظة بتاعتك وهتكتب هنا رقم الموبايل. وهنا اخيرا صفحات التواصل الاجتماعي. صفحات التواصل الاجتماعي لو هتضيف صفحة يوصل ليها الاوردر باسمك، يعني انا عندي صفحة بسوق منها على الفيسبوك هسجلها دلوقتي بحيث ان لو حد طلب مني اوردر يروح له باسم الصفحة. هقول له اضافة جديد وهبدأ اكتب هنا اسم الصفحة ورابط الصفحة وبعد كده اقول له حفظ وعودة. بس كده.